بيبدأ الفيلم مع شاب وهو في عربية الترحيلات وفي طريقه للسجن. بس قبل ما نكمل فيلمنا النهاردة تعالوا بينا نصلي على سيدنا النبي ونعمل لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة، وكمان تفعلوا يا حلوين زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد بنقدمه. ويلا نكمل فيلمنا. الشاب ده بيكون واضح عليه انه متضايق وهو بيترحل، وده لانه حاسس انه مظلوم، والحكم اللي اخده بالسجن لمدة 6 شهور ده حكم ظالم. ولما بيوصل السجن بيبدأ الحراس يسألوه عن اسمه، وبنعرف ان اسمه جونيور، وبيبدأوا يفتشوه وبياخدوا كل اللي معاه، وبيسألوه لو كان دخل السجن قبل كده ولا لا، ولو كان ليه أعداء جوه السجن. وجونيور بيقول إن ده أول مرة يجي السجن هنا وما يعرفش أي حاجة. ولما بيسألوا الحارس لو كان ليه أي حد من قرايبه أو أصدقائه بيحب إنه يسجل رقمه عندهم علشان لو حصل له أي حاجة يتصلوا بيه، فبيرد عليهم جونيور وبيقول لهم إنه يتيم ومالوش أهل ولا أصحاب. وبعد شوية بيتنقل على الزنزانة اللي هيقعد فيها، وهناك بيقابل شاب بيكون انطوائي ومش راضي يتكلم مع حد، فبيقرر جونيور إنه يسيبه براحته وما يضغطش عليه. وتاني يوم بينزل جونيور على ساحة السجن، وهناك بيشوف واحد من أشهر الناس في السجن، ومعروف عنه إنه راجل عصابات والصحافة دايما بتتكلم عنه، واسمه برانداين لينش، لكنه مش بيتكلم معاه. وبعد شوية بيشوف جونيور الشاب اللي معاه في الأوضة، وبيكون في 3 شباب تانيين بيحاولوا إنهم يضايقوه، لكن جونيور بيكون خايف يتدخل وبيسيبه. وبعدها بيشوف برانداين وهو قاعد بيلعب شطرنج، فبيقف جونيور يتفرج عليه وبيقول له إن لو فضل يلعب بالطريقة دي هيخسر. فبيستغرب برانداين جدا من الطريقة اللي بيتكلم بيها، وبيكون فاكر إنه متطفل، وعشان كده بيعرض عليه إنه ينزل يواجهه. وفعلا بينزل جونيور يقابله وبيفاجئه إنه يقدر يهزمه بكل سهولة. وساعتها بيعرف برانداين واللي معاه إن جونيور ذكي جدا وبيعرفه إنه مميز. وبعد شوية بيشوف جونيور إن لسه نفس ال3 مساجين بيحاولوا إنهم يضايقوا الشاب اللي معاه في الزنزانة مرة تانية، وبرضه بيكون الشاب مش عارف يتصرف. فبيروح جونيور يعمل نفسه إنه بيتخانق معاه علشان يخلي الحراس ياخدوهم من هنا هما الاتنين ويبعدوهم عن الساحة، وبكده يكون حماه بشكل غير مباشر. ولما برينداير بيشوفه بيفهم هو ليه عمل كده، وبيقول عليه شاب ذكي، لكن بسبب اللي حصل ده بيتسجن جونيور لمدة أسبوع في الحبس الانفرادي. ولما بيخرج بيقابله برينداين وبيقول له على نصيحة، وهي إنه ما يتدخلش في حاجة ما تخصوش مرة تانية، لأنه وقتها ما حدش هيساعده وهيسبب مشاكل لنفسه كتير. وفعلا بيقرر إنه يبعد عن المشاكل، لكن بيواجه حاجة ما كانش يتخيلها، وهي إنه بيتفاجئ في يوم وهو نايم بصوت عالي وكأن في حد بيصرخ. فبيقوم من النوم وبيشوف إن زميله اللي معاه انتحر، وعلى طول بيبلغ الحراس وبيخليهم يجوا يشوفوه، لكن المشكلة إنهم مش بيلحقوه، بيموت. وبعد شوية بنشوف ال3 مساجين اللي كانوا بيضايقوه بيروحوا يتكلموا مع جونيور، وبيقولوا له إن صاحبه خلاص مات وإنهم دلوقتي مش هيكون وراهم حد غيره. لكن قبل ما يعتدوا عليه هو كمان بيتفاجئ إن برانداير بيوصل وبيدافع عن جونيور واللي معاه، وبيقدروا يتعاملوا مع ال3 مساجين. وبعدها بيقعد برانداين يتكلم مع جونيور وبيقول له إن الحياة دي عاملة زي الشطرنج، ولازم يكون محدد فيها هو ناوي يعيش كسبان ولا يعيش خسران من أول ما الدور يبدأ. عشان كده بيعرفوا إنه أنقذه دلوقتي، لكن الناس اللي ضايقوه دول هيجوا يضايقوه مرة تانية، وهو لازم يكون عامل حسابه، إلا بقى لو قرر إنه يتعاون معاه ويساعده، وساعتها هيوفر له برانداين الحماية طول فترة وجوده هنا في السجن. وبيعرفوا برانداين إن لسه قدامه 20 سنة هنا لحد ما يخرج، لكن جونيور قدامه كام شهر بس ويخرج. وبيعرفوا إن في المقابل هيساعده يهرب من هنا علشان يعيش حياته برا السجن. وطبعا بيكون جونيور مش عارف يتكلم في الوقت الحالي، فبيقول له برانداير إنه هيسيبه يفكر ويرجع يرد عليه مرة تانية بعدين. ولما بيخرج جونيور من جوه بيتفاجئ إن ال3 مساجين بيهجموا عليه مرة تانية وبيكونوا عايزين يضربوه، لكن بيجي برانداين ورجالته بيدافعوا عنه وبيضربوا المساجين اللي بيضايقوا جونيور، وبيمسكوا واحد منهم وبيرموه من فوق سور وبيخلصوا عليه. وجونيور وقتها بيكون مش مصدق نفسه إنهم قتلوا الراجل، وبيعرف إن مفيش قدامه أي حل تاني غير إنه يوافق على التعاون مع برانداين ورجالته. وبتعدي من وقتها 6 شهور، وبنشوف إن جونيور خرج من السجن، وساعتها بيروح علشان يقابل واحد اسمه سام، وده يبقى زعيم العصابة اللي برانداين كان جزء منها، وبيديله ورقة وبيقول له إن برانداين هو اللي بعته ليه علشان يساعده يعني على الهروب من السجن. وساعتها بيقول له سام إنه هيعمل له اختبار بسيط، وبيقول له إن برانداين عرفه إنه بيعرف يلعب شطرنج، وبيوري له الجيم اللي هو بيلعبه دلوقتي وبيقول له يخليه يكسب. وساعتها بيفاجئوا جونيور إنه بيقول له على أكتر من حركة وأكتر من طريقة لو عملها هيكسب بيهم كلهم. وفعلا بينبهر سام بيه وبيوافق
إنه يشغلوا معاه ويساعدوا إنهم يهربوا بريندايل. وبعد شوية بيرجع البيت وبيتفاجئ ببنت اسمها تاشا بتجيله البيت وبتديله تليفون وبتقوله إن سام هيتصل بيها على التليفون ده علشان يقول لها هيعمل إيه بالظبط. ولما بيحاول إنه يتكلم معاها بتقوله إن لازم يركز في الشغل وبس وما يخليش أي حاجة تانية تخرجه عن تركيزه، وبتسيبه وتمشي بعدها. وبعد شوية بيجيله تليفون وبيروح يقابل شخص في مخزن قديم فاضي، وهناك بيبدأ يتعلم ازاي يضرب نار ويستخدم الأسلحة المختلفة، وفعلا بينجح ومع الوقت مهارته بتتغير وبيتطور عن الأول. وبعد شوية بيجي معاه تنفيذ المهمة وبيركب في طيارة هليكوبتر مع واحد وبيطلع المسدس بتاعه وبيجبر الطيار انه يروح على المكان اللي فيه السجن، والطيار بيكون مفيش قدامه حل تاني. وفي نفس الوقت ده بيكون بريندايل مع أصحابه وواحد منهم بيتخانق مع واحد من المساجين، فبيضطر بريندايل انه يظهر السكينة اللي معاه وبيحطها على رقبة واحد من الحراس اللي كانوا مشغولين بالخناقة. وساعتها بيبدأ يهدد الحراس انهم يسمحوا لهم يخرجوا للساحة اللي في الحديقة، وفعلا بيسمحوا لهم يخرجوا برا لانهم بيكونوا خايفين على صديقهم الحارس. ولما بيوصلوا الحديقة بيتفاجئ برينداين، ولما بيلاقي ان جونيور لسه ما وصلش بالطيارة والحراس بيبدأوا يحاصروا برينداين واللي معاه، لحد ما فجأة بيوصل جونيور وبيضرب نار على الحراس علشان يغطي هروب برينداين وأصدقائه. وفعلا بيركبوا الطيارة وبيقدروا انهم يهربوا كلهم. وبعد شوية بيوصلوا المكان امان وبيرموا الطيارة على الارض وبياخدوا عربية تاني من هناك وبيهربوا بيها. ولما بيمشوا شوية بيوصلوا عند السوبر ماركت وبيكونوا عايزين يجيبوا لنفسهم شوية طلبات، وبيطلبوا من واحد من رجالة برانداين اسمه داني انه ينزل يجيب لهم اللي هم عايزينه. ولما بينزل بيتفاجئوا انهم بيسمعوا خبر هروبهم في الراديو، لكن المفاجأة التانية هي انهم بيعرفوا من الاخبار ان داني ده كان مسجون بسبب انه اعتدى على طفلة صغيرة. وساعتها بيتضايق برانداين وبيقولوا انه كذب عليه لانه قال لهم قبل كده انه اتسجن بسبب مشاجرة حصلت مع رجال العصابات. ولما بيرجع بعد ما جاب طلبات السوبر ماركت بيروحوا كلهم على مكان فاضي، وهناك بيفضل برانداين يضرب في داني وبيقول عليه انه كذاب وضحك عليه، وبيكون متضايق منه وبيقول له انه مش هيقتله بس، وبيطلب منه انه ما يطردهمش ولا يتكلم عنهم بدل ما يخلص عليه. وفعلا بيمشوا بعد شوية بيوصلوا عند سام، وهناك بيقول له سام ان في مهمة كبيرة ولازم ينفذها بنفسه، وبيعرفوا ان المهمة دي عبارة عن سرقة ذهب بملايين الدولارات. وفي الاول بيكون براندايل خايف وبيقول له انه لسه هربان والشرطة زمانها بتدور عليه، لكن لما بيعرف سعر العملية وانه هيكون له نسبة كبيرة بيوافق وبيقول انه هيأمن مستقبله بالفلوس دي. وبعد شوية بيكون سام عامل حفلة وعازم فيها عدد كبير من رجالته واصدقائه، وجونيور بيشوف تاشا البنت اللي شافها قبل كده واعجب بيها وبيمشي وراها علشان يحاول انه يكلمها، لكن بيجي واحد من العصابة اسمه جوش وبيحاول انه يتكلم معاها. وطبعا جونيور بيتضايق وبيقرر انه يهجم عليه، لكن جوش بيقدر انه يوقعه في المية وبيفضل يضحك. وساعتها بتعرف تاشا ان جونيور مش بيعرف يعوم وبتنط في المية بسرعة علشان تلحقه. ولما بيخرجوا بيروح برينداين يتكلم معاه وبيقول له انه لازم يتعود على الحياة الجديدة اللي هم عايشينها دلوقتي لانه هيقابل الناس دي كل يوم في حياته. بس المشكلة ان جونيور بيكون متضايق وبيقرر انه يمشي لوحده وبيفضل يتمشى لحد ما بتجيله تاشا بالعربية وبتاخده، وبيروحوا يقعدوا هما الاتنين في مكان وبياكلوا وبيشربوا هناك وبيتعرفوا على بعض. وبيكتشف جونيور ان في اعجاب متبادل بينه وبين تاشا. ولما بيرجع البيت وبريندايل بيعرف باللي حصل بيحذر جونيور وبيقول له ان سام لو عرف ان في حاجة بينه وبين تاشا مش هيسيبه في حاله لان تاشا تبقى بنته. وفعلا بيقول له جونيور انه مش هيتكلم معاها تاني، لكنه بيكون بيضحك عليه علشان ما يفضلش يقول له على الموضوع ده كل شوية، وبيعرف يتكلم مع تاشا براحته. وبعد شوية بيتكلم برينداين مع العصابة بتاعته وبيقول لهم على الخطة اللي هيسرقوا بيها منجم الذهب، وبيعرفهم ان الدخول هيكون على اساس انهم عمال عاديين من غير ما حد يشك فيهم، وجونيور هتكون وظيفته انه يدخل الأوضة اللي فيها الحراس ويسيطر عليها ويهدد بالسلاح. وبعد شوية بيجي سواق محترف علشان يكون معاهم وقت الهروب وهو اللي يهرب بيهم. وقبل ما ينفذوا العملية بيروح جونيور لتاشا وبيعرفها انه بيحبها وهي كمان بتقول له انها بتحبه وما تقدرش تعيش من غيره، فبيقول لها جونيور تجهز نفسها علشان هو هيخلص العملية دي وهياخدها ويهربوا مع بعض من هنا ويروحوا يعيشوا في اي مكان لوحدهم. وبعد شوية بتبدأ المهمة وبيروحوا كلهم على المنجم، وبيكون في واحد اسمه جون عمال يتكلم مع جونيور طول الطريق ويقول له ان شكله خايف وبيحاول جون انه يهديه. وبعد شوية بيوصلوا وبيدخل برينداين وسط العمال، وجونيور بيكون قادر يعمل لنفسه ممر من الفتحة بتاعة التهوية. ولما برينداين بيديله الإشارة بيقول له يدخل على طول ويقتحم الأوضة ويسيطر عليها، وفعلا بيعمل كده وبينزل على طول جونيور وسط العمال وبيقدر انه يهددهم وبيسيطر على الأوضة. وبرينداين وقتها بيقول لرئيس العمال انهم عايزين الذهب كله عبارة عن سبايك، وشرط أساسي ان السبايك
السبايك دي تكون كبيرة علشان يقدروا يخرجوا بيها من هنا بسهولة. وفعلا بيعملوا كده وبيسمعوا كلامه. لكن بعد شوية بيكتشفوا إن واحد من العصابة اسمه جوش ضرب نار على واحد من العمال، وطبعا الرصاصة كان صوتها عالي، وده خلى الشرطة تعرف باللي حصل وبتقتحم مكان المنجم بسرعة. وساعتها بيقول برانداي لرجالته إنهم هينفذوا الخطة البديلة على طول، والخطة دي بتكون إنهم يخرجوا مع الرهاين ويعملوا نفسهم من الرهاين. وفجأة بيبدأوا يضربوا نار على الشرطة لحد ما بتيجي العربية اللي فيها السواق وبياخدهم وبيهرب بسرعة من المكان. لكن الشرطة بتكون لسه بتطاردهم، بس في النهاية بيهربوا منهم وبيقدروا إنهم يدخلوا جوه عربية كبيرة وبيهربوا بعيد. وبعد شوية بيوصلوا للمكان اللي فيه سام، وبيكون فرحان بيهم جدا وبيقول لهم إنهم قدروا يجيبوا ذهب بقيمة 5 مليون دولار. وبعد شوية بنشوف واحد من رجالة سام لما بيروح على بيت تاشا يطمن عليها ويشوف الشنطة اللي هي كانت بتحضرها، أو ده بيخليه يتأكد إن تاشا كانت ناوية تهرب. فبيقول لها إن جونيور مش هتعرف تهرب معاه لأن زمانه اتقبض عليه دلوقتي. فبتفهم تاشا إن سام عمل كمين لجونيور وبرانداين، وبيحصل اشتباك بينها وبين الراجل ده، وفي النهاية بتقدر تهرب منه وبتخرج بره وبتبعت رسالة لجونيور وبتحذره فيها إنه معمول له كمين. وطبعا بيعرف برانداين باللي حصل وبيخاف إنه يروح على البيت اللي المفروض سام قال عليه، وخصوصا لما بيشوف إن في شرطة في كل مكان، وبيعرف إن الخبر حقيقي وإنهم فعلا كان هيتقبض عليهم. وعلى طول بيهرب برانداين هو وجونيور وبيروح على المقابر، وهناك بيكون برانداين مخبي فلوس وبيقول لجونيور إن دي اللي هتخليهم يعرفوا ياخدوا حقهم، وخصوصا إنه مصدوم في سام لأنه كان بيعتبره صديقه. وبيفضل يقول إنهم كانوا هياخدوا حصة من الذهب، لكن دلوقتي هياخدوا الذهب كله. وبعد شوية بيروحوا على بيت تاشا، وهناك بتسيبهم علشان تروح تجيب لهم طلبات وترجع تاني. لكن بتشوف إن برانداين بيفضل يقول لجونيور إن الحب ضعف وإن في ناس كتير دخلت السجن بسبب إنهم كانوا بيحبوا، ودي كانت نقطة ضعفهم. عشان كده بيطلب من جونيور إنه يسيب تاشا ويديله فلوس، وبيقول له يضحك عليها ويقول لها تستنى عند المطار ويهرب منها. وفي الوقت اللي بيتكلموا فيه ده بتكون تاشا وصلت من بره وبتسمعهم وبتفتكر إن جونيور وافق يتخلى عنها، خصوصا لما أخذ الفلوس منه. وساعتها بتخرج من البيت وهي منهارة وبتقرر إنها تبعد خالص. لكن جونيور بيجري وراها وبيقول لها إنه عمره ما هيسمع كلام برانداين وإنه بيحبها ومش هيتخلى عنها أبدا. وفي نفس الوقت ده بنشوف إن في قاتل محترف قاعد قدام برانداين وموجه المسدس ناحيته، وبيقول له إن سام عرض مكافأة ب100,000 دولار للشخص اللي هيخلص عليه. فبيقول له برانداين إن عنده ليه صفقة أحسن، وبيعرفه إنه ممكن يعرف مكان الذهب وساعتها ياخد مبلغ أكتر من 100 بكتير. علشان كده بيعرض على القاتل إنه يتعاون معاه علشان يسرقوا الذهب من سام. والقاتل بيبدأ يقتنع وبيقول له إنه موافق يشتغل معاه، وبيعرفه إن اسمه جون. وبرانداين بيقول له إنه هيكلمه علشان يبدأوا شغل على طول وياخدوا الذهب كله لنفسهم، وبيعرفوا إن قيمته تتعدى 5 مليون دولار. وتاني يوم بيروح برانداين وجونيور على المكان اللي فيه رجالة سام وبيكون معاهم جون. وجون بيجري بالعربية بتاعته وبيدخل في عربية رجالة سام وبيخلص على عدد كبير منهم لكنه بيموت في الآخر. وساعتها بينزل برانداين وبيخلص على عدد أكبر منهم وبياخد معاه جوش رهينة وبيمشي. وبيفضل برانداين يعذب في جوش لحد ما بيعترف على مكان الذهب ومكان سام. وساعتها بيقرر برانداين إنه يروح بنفسه علشان يزور سام وينتقم منه. وهناك بيروح وبيوجه السلاح ليه، فبيقول له سام إنه ما خانوش وإنه رجل أعمال وبيحب المكسب في المقام الأول، وكل اللي حصل منه ده كان مجرد مغامرة وكان لازم ياخدها. لكن برانداين بيكون متضايق وبيقول له إنه شخص خاين وبيضربه بالنار وبيخلص عليه. وبعد شوية بنشوف برانداين وجونيور على مركب بعد ما هربوا بالذهب، وهناك بيتفاجئ جونيور لما بيشوف إن برانداين موجه السلاح بتاعه ناحيته وبيقول له إنه ممكن يخلص عليه دلوقتي بس هو هيسيبه عايش لأنه بيحبه، وبيعرفه إنه هيديله نصيبه من العملية دي وهو نص سبيك الذهب بس. فبيقول له جونيور إن نصيبه في العملية دي سبيكتين ونص ذهب زيه بالظبط. لكن برانداين بيفضل يقول له إن ده مش هيديله أكتر من كده. فبيضحك جونيور وبيقول له يتأكد إن الذهب معاه الأول ولا لأ قبل ما يتفاوض على حاجة مش معاه. وعلى طول بينزل على الدور اللي تحته وبيتفاجئ إن الشنطة اللي المفروض فيها سبايك الذهب موجود فيها قطعة من الحديد. ولما بيطلع على الدور اللي فوق مرة تانية بيديله جونيور تليفون وبيقول له يتكلم، وبتكون تاشا وبتعرف برانداين إن السبايك معاها وإنه لو عايز ياخد نصيبه يبقى يسيب جونيور ويمشي، وهما بعد أسبوع هيكلموها علشان يجي ياخد نصيبه. وساعتها بيفضل برانداين يضحك وبيقول لجونيور إنه فخور بيه لأنه قدر يحافظ على حقه وقدر يضحك عليه، وفعلا بيسمح له إنه يمشي وبيخليه يروح يقابل تاشا. والاتنين بيكونوا فرحانين إنهم قابلوا بعض ومبسوطين إنهم أخيرا هيقضوا حياتهم مع بعض وهيعيشوا أغنياء طول حياتهم. ولحد هنا بيخلص فيلمنا على كده، استنونا في أفلام تانية جديدة والسلام.